ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده رجعت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. وموضوعنا النهارده هيتكلم عن ساحة الفوضى بكل تفاصيلها. طبعا هو المفروض ما كانش نتكلم عن ساحة الفوضى في الوقت الحالي، ولكن بما انه يعني ظهر وابتدى وبقيله بتاع كام يوم تقريبا او يومين، فاضطريت ان انا انزل عنه. طبعا بالنسبة للأحداث اللي نزلت كمان برضو جديدة في اللعبة، هشرحها بشكل تفصيلي زي حدث الكرة والدبابيس. هتكلم عنه بشكل تفصيلي بس الفيديو الجاي. بالنسبة لحدث ساحة الفوضى، أحب أقول لكم إن ده أفضل حدث ينزل للاعبين المجانين. أي لاعب سواء كان مجاني أو أيا كان نوعه يستغل الموضوع ده لصالحه. الساحة دي بالذات ما تجلكش على نفسك ولا تجلك على جنودك. سيب نفسك من غير ولا درع. في مشكلة بس مش مهم. سيب دايما جيشك عادي ما تجلكش. يعني شايفين مثلا أنا هنا فاتح درع، أنا ممكن حد يقدر يهاجمني، بس مهما هاجمني مش هتأثر. أو زي ما نقول ايه، الجيش، أنا مثلا أختي وليكن أنا عدد الجيش بتاعي كام؟ أو 2,749,000. طبعا عدد قليل بالنسبة للقوة اللي أنا فيها، بس مش موضوعنا. الموضوع بقى فين؟ أنا مثلا الجنود بتاعته اتصابوا وراحوا المستشفى. المستشفى مكتوب لك كام؟ صفر من ما لا نهاية. أهو الجنود الجرحى المحددة صفر. الما لا نهاية بقى إن أنا لو أي جندي عندي مات وراح المستشفى، يعني حتى لو كان 100 مليون هيروحوا كلهم مستشفى، مفيش حد هيموت ولا هتخسر. زائد ما بيحسبوش القتلة هنا، يعني ما بتحسبش عندك في عدد القوات المقتولة، وبالتالي بيوفر عليك فرصة أكبر إن أنت تاخد راحتك، يعني مهما كان اللي هيهاجموك. ثانيا، في حاجة وقتي هي ممكن تفيد أغلب اللاعبين اللي فتحوش حاليا تي فور. اللي فاتحين تي فور اركنوا على جنب حاليا، لأن الحدث ده بالنسبة لكم يعني عاملين زي ما تقول ايه، هو كويس في نفس الوقت مضر شوية ليهم، من ناحية لو اللي مجمع منهم موارد، اللي موفر مثلا يعني اللي مخزن مثلا موارد بشكل كبير ومش عاوز يصرف منها مثلا، هيتضر في الموضوع ده أكبر بكتير. لكن اللي زي حالاتي اللي لسه تي 3 ولسه هيفتحوا التي 4، دول أفضل فرصة ليهم حاليا يستغلوها فعلا إن هم يفكوا دروع زي كده في الساحة هنا. ومعاهم معدات الحرب اللي لسه برضو المفروض كنت أتكلم عنها، ولكن يعني أتكلم عنها بشكل منفصل في وقت تاني. انا بالنسبه لي مثلا دي معدات الحرب بتاعتي اللي انا بزود بيها. من ناحيه بقى فكره الحدث والنظام عامل ايه، بصوا، في البدايه الحدث طالب منك امور بسيطه، يعني مش بسيطه قوي بس ولكن هتفيدك. الموضوع باختصار، انا مثلا شخص يعني جاي اهو من ضمن المهام، من ضمن طبعا مهام التجميع. ممكن لو انا مثلا شخص مش قادر اوفر تمن مثلا إن أنا أهاجم أو إني أهتم بالحاجات دي، وإن هدفي كله هو إني أجمع مثلا موارد وأستفاد. معاك مهمات تجميع الموارد موجودة من بلاط 3، وبعدين لما تخلص 10 مهام منهم، يعني تبقى مكتوبة مش من 3، اللي مكتوب عليها 3 من 12 من 20. لما تبقى 10 من 20 هيطلب منك بعدين بقى بلاطات ليفل 4، اللي هي أماكن مثلا تجميع الموارد مش مكتوب عليها 3، لا تلاقي مكتوب عليها 4 تجمعها كلها. تمام. ومعاك طبعا الصيد، بس طبعا الصيد ده بالنسبة للناس القوة الكبيرة جدا في اللعبة أو اللي ليهم معدات صيد يعني مناسبة معاهم، ومعاهم طاقة كافية يقدروا يصطادوا. غير كده هتلاقي الغالب بيسرق الصيد، فخلي بالك. تاني حاجة قصدي تالت حاجة، معاك اللي هي مثلا إن أنت تودي جيش العدو أو يعني جنود المستوى التي فور فما أعلى تقتلهم. هي طبعا ما بتقتلوش في الماب، بس فكرة إيه، إن أنت بتوديهم مستشفى. زي بص مكتوب بيقول لك ارسل مثلا يا دكتور، عشان انا واصل الكارت ال 11 فيها، فبيقول لي ارسل 75 جندي من قوات الدرجه الرابعه للعدو فما اعلى الى المستشفى اثناء وجودك في ساحه الفوضى. طبعا ده بيفرق معايا فين؟ ان انا بجمع منه التوكن اللي هو موجود قدامكم ده، اللي هو احجار الفوضى. احجار الفوضى دي بقى الفايده منها ان انت بتدخل هنا تقدر تشتري كل اللي نفسك فيه في احجار الفوضى. طبعا في حاجات قيمه وفي حاجات لا، وطبعا اشرح لكم واقول لكم ايه اللي ممكن تستفادوا منه وايه اللي ممكن تضروا منه. من ناحية تستفادوا، معاكم ممكن العملات الأثرية اللي هي تبع الآثار. دي لو مثلا مهتم انت بالأحداث أو مهتم انت بتطوير الآثار عندك هتفيدك، هي والسجلات.
تمام. ختم الذئاب ده محدش يهتم ليه. ختم الذئاب ده بالنسبة للناس بتاعة الحروب والعجائب أكتر. تمام. ويبقى ليه برضو شرح منفصل. تمام. أما بالنسبة لجوهرة البحث، أنت في كل حالات معدات البحث هشرح برضو عنها وأفهمكم باختصار إيه مثلا أفضل معدات للبحث وما إليه. لفيفة النجوم دي بالنسبة للقلاع المستوى 25، أو قلاع مستوى 25 تقدر تعمل لها حاجة اسمها ترصيع نجمي. طبعا أنا بالنسبة لي القلعة بتاعتي هي الأساسية عاملة ترصيع نجمي آخر حاجة، فما عنديش مشكلة. حاجة كمان بالنسبة بقى اسمها صندوق النمر أو أوريسا ولا مش عارف ايه ده، ما علينا. دي خاصة برضو بنفس الكلام بمعدات الحرب، أو مش معدات الحرب، خاصة بالحروب بتاعت العجائب بشكل عام. كل واحدة فيهم بتدي طبعا نسب، زي ما انتوا شايفين هجوم اهو. بص، عجايب كله عجايب، مش هتلاقوا حاجة مش عجايب. بس طبعا دي للي محتاجها. وبالنسبة لصندوق جوهرة الهجوم ممكن تاخدوها بشكل أساسي هتفيدكم، ولكن طبعا اللي قادر يوفر تمنها ويشتري منها كتير، دي هتجيب لكم كل حاجة ليها دعوة بالهجوم، أيا كانت نوع الهجوم اللي انتوا عايزينه هنا. طبعا دي هجوم جيش، ولكن طبعا انت وحظك فيها هنا، لان في حاجات ليها دعوه بهجوم الجيش فعلا ومفيده. في حاجه مثلا تديك نسب قليله مثلا زي دي، زي جوهره سن التنين او جوهره الرعب. جوهره العبوس حلوه وفي نفس الوقت مش قوي، من ناحيه لو انا مش معايا نسب هجوم عاليه مثلا، او معداتي ناقصها نسب هجوم مثلا رماه. بالنسبه مثلا انا معداتي عامل مثلا معدات للرماه. لحظة. دلوقتي صندوق البطل، صندوق البطل هو وصندوق الجمر وصندوق القاتل، التلاتة دول ما تستغنوش عنهم. التلاتة دول فوق ما تتخيلوا ليهم لازمة كبيرة جدا. بالنسبة لصندوق البطل، تعمل بيه معدات البطل اللي حرفيا فوق القيمة. معدات البطل أنا شخصيا بقولها لك، أنت تحاول تجمع من العلب دي أكبر قدر وتفتحه. لو طلع لك حاجات مميزة تقدر تستعمل معدات البطل. أقل معدة بطل المعدات الشائع، شوفوا فرق النسب. معدات الشائع بالنسبة للبطل زي مثلا حذاء البطل مديني 6% هجوم مشاة، و1.5% صحة هجوم جيش، و3.5 صحة جيش. وده كله ايه من رتبة شائع. ما بالك لو انا عامل مثلا معدات كاملة غير شائع مثلا، ممكن نسبة مثلا لو انا مختار معدات غير شائع مثلا لمشاة، ممكن النسب توصل معايا 400 وانا معدات شائع، او 350 يعني. فكرة رقم، مش حاجة بسيطة، فاهمني؟ فمستفاد أنا عموما. بالنسبة لصندوق الجمر، مفيد بالنسبة للناس اللي مطورة معدتها أسطوري وعاوزة ترفعها للخرافي. طبعا بس زي يعني أنا هجيب لكم شرح بسيط. مثلا خوذة ملكة النحل، الأسطوري منها طالب طبعا 10 من سم الملكة وبقية الأطراف التانية. وصلتها أسطوري، عاوز أوصلها خرافي، هجيب نفس ال10 بتوع سم الملكة عليهم بقية التانيين نفس الكلام أسطوري، واحتاج 13 صخور مشتعلة أسطورية. طبعا الصخور المشتعلة الأسطورية مش حاجة بسيطة انت تقدر تجيبها، بس في أحداث بتسهل الموضوع عليك انت تقدر تجيبها. طبعا ده في حالة انت شخص معاك وتقدر تشتري. دلوقتي صندوق القاتل ده، بعيدا عن أي حاجة اهتموا ليه. ده اللي هيفيد اللاعبين اللي هم حاليا بيبدأوا في مرحلة التطوير. محتاج وليكن مثلا أنا هنا دي معدات الصيد اللي اتكلمت لكم عنها في الفيديو اللي فات، وقلت لكم الهدف منها في الصيد وتحديد الجنود، تحديد قصدي نوع الوحش اللي تهاجمه. مثلا الطروادة بيقول لك نوع الضرر الفيزيائي وقوي ضد القوة الدفاعية المرتفعة اللي هي الفيزيائي، فمحتاج يتعامل معاه ايه؟ سحر. وانا لما اجي اهاجم حتى شايفين ايه؟ سحر. وطبعا السحر مش اللي هو طبعا هي مثلا هيدمره من اول مرة، لا طبعا، على حسب نوع الهجوم اللي عملته القوة هقدر اوصل للقدر اللي اقدر اهزمه بيه. بس لكن انا مش هقدر اعمل اكتر من كده، الا طبعا لو هو اقوى مني ومحتاج نسب اكتر. تمام. غير كده يعني ما تواجهش وحش مستوى عالي وانت عارف ان قوتك ما تقدرش تدمره، او مستوى ابطالك ما يقدروش يدمروه. تمام. دلوقتي احنا كده اتكلمنا خلاص عن صندوق البطل وصندوق الجمر وصندوق القاتل. التلاتة دول اهم حاجة في الحدث، لو حابين تستفادوا فعلا اشتروهم. بالنسبة للناس اللي مش مهتمة حاليا بالحرب او بالقوة،
وهدفها الحاليا إن هي تطور نفسها من ناحية صيد الوحوش وغيره، أنصحك بصندوق القاتل، تستفاد منه قدر الإمكان، تشتري منه أكبر كمية وتستفاد. أما بالنسبة للي مطورين صيد ومحتاجين مثلا شوية أو تطوير معدات بطل، معاكوا هنا صندوق البطل طبعا، استغلوه استغلال برهيب. أنا عن نفسي اللي في الفترة الحالية هشتري من بين الطرفين، بالنسبة لصندوق القاتل وصندوق البطل. طبعا ده في حالة لو جمعت كمية كبيرة جدا من أحجار الفوضى اللي هي قدامكم هنا. لو قدرت أجمع كمية كبيرة احتمال هشتري جزء كبير لصناديق البطل وجزء صغير لصناديق القاتل، لأن في كل الحالات أنا مش ناقصني في معدات الصيد غير البسيط عشان أقدر أطوره. يعني ناقصني هنا يعتبر الجلد ده لو أجيب منه واحدة أسطوري أنا خلاص بقيت المعدات كلها نظيفة وجاهزة إن أقدر أطور كده كل دول نادر. حاجة كمان أخيرة، اللي قوته تنفع عليه مثلا إنه يهاجم ويصطاد، أنصحك إن أنت تشوف كل الحقول اللي قدامك واللي حواليك وتصطاد الكمية اللي أنت عايزهم منها. أنا مثلا هنا ده حقل موجود هنا جنبي، أروح أستطلعه. تمام. الجنود اللي موجودين فيه لو مش مكتوب عليهم، يعني مثلا ده فرسان مكتوب واحد، لو مش مكتوب بدل واحد مكتوب 4 ههاجمه. ليه بقى؟ عشان أنهي المهمة الخاصة بحدث ساحة الفوضى اللي طالبين مني إيه؟ ارسل عدد الجنود أيا كان الرقم، طبعا قدامكم هيبان 25,000 تقريبا. بالنسبة لكم تفتكروا الرقم كبير، ولكن هو بسيط جدا بالنسبة لأغلب الجنود اللي بتلاقيهم في مثلا الحقول اللي حاطينهم تي 4 وتي 3 وهكذا. بس طبعا تي 3 محدش يعني يهتم إلا لو طبعا أنت مهتم أنت تلوت الموارد كاملة. تمام. أما بالنسبة للتي 4 ركز عليه بشكل أساسي عشان تخلص المهمة دي وتجمع منها قدر كبير جدا، هيفرق معاك قوي. يعني لو قلت لكم إن 50 في 50 هيطلع كام؟ 2500. ال2500 دول أحجار فوضى، 2500 أحجار فوضى. وإحنا معانا إن صندوق البطل مثلا وصندوق القاتل كل واحد فيهم بالتمانين. لو افترضت 80 هشتري مثلا 10 من صناديق البطل، يعني كام؟ يعني 800. وصناديق القاتل أشتري 10 يبقوا كام؟ يبقى كده 800 800 800 1600. 1600 ولسه ناقصني كمان أقدر أشتري ب800 وتقريبا جزء تاني برضو ب400 وبس. فبالتالي هقدر أوفر وأقدر أكسب يعني فايدة كبيرة جدا ليا وللحدث. وحاجة كمان، الحدث ليه هنا طريق أو مسار زي ما بيقولوا إيه، رحلة الفوضى. المسار ده كامل موارده هي مش أفضل حاجة، بس يعني بالنسبة له تفرق مع أي حاجة ولو بسيطة أهو موجودة قدامك. طبعا بتستفاد منها لو أنت قدرت تجمع من أحجار الفوضى بكمية كبيرة. زي ما قلت برضو في الموضوع اللي فات، احنا هدفنا ننهي كل المهام مش كله يعني الغالبية، ونجمع أكبر قدر من أحجار الفوضى بحيث إن احنا نبقى جاهزين لأن احنا نقدر نطور حتى لو مقدرش نخلص المسار بتاع رحلة الفوضى، بس نقدر نشتري من صناديق البطل وصناديق الجمر وصناديق القاتل. التلاتة دول أقدر أستغلهم أنا، ده بالنسبة لي أنا. بالنسبة لغيري أي حد ممكن ياخد أي من اللي قدامكوا ده واللي تحته، بس أنا بنصح زي ما بقول صندوق القاتل والجمر والبطل التلاتة دول بس ركزوا عليهم. الباقي لو اللي حابب مثلا محتاج وقت ترصيع القلعة بتاعه النجمي يستفاد بلفيفة النجوم يشتري منها. اللي مثلا محتاج يطور من ترصيع معدات وممكن يشتري دي، بس هيندم نوعا ما بسبب يعني قلة الحظ. اللي شايف يعني ان مستواه من ناحية الحظ سيء جدا ما يفكرش نهائيا يشتري صندوق جوهرة الهجوم، لان احتمال كبير جدا يطلع لك مثلا جوهرة دي مثلا شائع غير شائع مثلا، شائع وغير شائع في كلا الحالتين هتاخد نسب صغيرة جدا، واحتمال مش تقدر تعوضهم بأي حاجة تانية. يعني انت مش تقدر تجيب من نفس النوع ده غير لما ينزل حدث مرة تانية او ينزل حدث يحتوي على الجواهر دي تقدر تشتريها بشكل خاص. مفهوم؟ وبس. ده كان فيديو اليوم. اتمنى بس يعني اني ما اكونش قصرت معاكم في حاجة. انا حاولت ان اشرح كل حاجة بالتفصيل من جوه لبره، ومن اللي حصل في الحدث من اوله لحد اخره. اتمنى ان يعني اكون فايدكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك. كان معاكم جيمنج هيرو يوتيوب. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.